مين فينا مش بيحبه؟ مكوناته متوفرة في كل بيت، وقد ايه هو سهل وما بياخدش وقت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنحتاج ليه فلفل الوان، او لو مش متوفر فلفل الوان ممكن يبقى فلفل اخضر بس. وهيبقى معاه 1 قرن سبايسي بيدي تيست، و3 بصلات متوسطين. هنبدأ نقطع الخضار بالشكل ده، وبعد كده هنبدأ ان احنا نفرمه. هنبدأ ان احنا نفرم الفلفل. هنحط معاهم القرن السبايسي، بعد كده هنصفيه. هنعمل نفس الموضوع ده مع البصل. هنبدأ ان احنا نفرم البصل برضو كويس، وبعد كده نصفيه. كده صفينا الفلفل والبصل مع بعض. هنبدأ ان احنا نقلبهم ونحط التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهارات مشكلة. والبهارات المشكلة مش اقل من معلقة كبيرة، ورشة جوز الطيب. ورشة كزبرة ناشفة. وفي بابريكا مدخنة، بس انا يعني هحطها بعدين عشان انا نسيت اضيفها هنا. والشطة طبعا اختياري زي ما احنا عارفين. هنقلب كل ده مع بعض كويس، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطه على اللحمة المفرومة، ونقلب بقى كله مع بعض كويس جدا. دي رشة البابريكا المدخنة اللي انا قلت لكم عليها. كده عجننا كله كويس قوي. هنبدأ نجيب العيش بتاعنا، بنبقى مفتحينه طبعا قبلها، وناخد كورة من اللحمة المفرومة، ونبدأ ان احنا نفردها جوه الرغيف. بيبقى بنفردها كويس، يبقى كله متساوي عشان كله اللحمة تستوي زي بعض. زي ما احنا شايفين كده اهو، فردنا اللحمة في الرغيف كله. اول طريقة للتسوية وهي في الفرن، هدهن الرغيف من الناحيتين بالسمنة. هبقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، ولما بيتحمر من ناحية بروح قلباه على الوش التاني، وقبل ما اطلعه بقلبه على الوش الاولاني بسيبه دقيقتين بس. الطريقة التانية وهي على الطاسة، بدهن الطاسة عندي بالسمنة برضو، بحطه على نار اقل من المتوسطة، برضو طاسة تبقى سخنة. وبعد كده قبل ما اقلبه على الوش التاني بدهن برضو سمنة، واروح قلبيه على الوش التاني. وبرضو قبل ما يعني ارجع قبل ما اطلعه، ان هو بس اتاكد طبعا ان اللحمه استوت، اروح متاكده من ان اللحمه استوت، اروح مديه وش على اللي هو ايه، على اول وش معانا عشان يطلع كريسبي، لو انتوا حابينه ان هو يبقى كريسبي. دي السلطه معانا عباره عن بصل وطماطم وفلفل وخيار وخس. هرش عليها شويه ملح، كمون، رشه سماق، وبعد كده عصير ليمون وخل. بقدمها طبعا مع مخلل، وبالهنا والشفا. الطريقة اللي على اليمين دي بتاعة الفرن، والطريقة اللي على الشمال دي بتاعة الطاسة. الأسهل ليكم ممكن تعملوا، وبألف هنا وشفا.